السلام عليكم. الحلقة دي عاملها مخصوص عشان لاعب الكورة مصطفى زيزو. بالنسبة لمصطفى زيزو، انت دلوقتي راجل بتلعب في النادي الاهلي، بتاخد اعلى راتب بلاعيبة الكورة بتاعة الدوري المصري. عايز اعرف حاجة، انت دلوقتي بتلعب في النادي الاهلي، قدمت ايه للنادي الاهلي؟ عملت له ايه من ساعة ما رحت؟ ما جبتش بطولات خالص، ما عملتش انجازات نهائي، ما جبت لهمش ولا بطولة واحدة. كابتن حسام حسن اخدك معاه منتخب مصر، شاركت في كاس العالم، لعبت 3 ماتشات، ما قدمتش فيهم اي حاجه خالص. لا عرفت باصي، ولا عرفت شوط، ولا عرفت تاخد الكره وتراوغ بيها، ولا عرفت تعمل اوفر، ولا عرفت تسلم وتستلم تحت ضغط. ما بتقدمش اي حاجه نهائي. وما شاء الله ربنا كرمك وبتاخد اجر عالي جدا، بتاخد 100 مليون جنيه في السنه، وما عملتش بيهم حاجه خالص. طب انا عايز اعرف حاجه، انت دلوقتي ما بتقدمش كوره وما بتعملش اي حاجه نهائي، بتاخد الرقم ده بناء على ايه يعني؟ يعني انت بتاخد الرقم ده بناء على ايه؟ في لعيبه كوره في مصر يعني اعلى منك بكتير كموهبه، ما بتاخدش الارقام اللي انت بتاخدها دي. في اسلام عيسى بتاع سيراميكا كليوباترا ما بياخدش ارقام كبيره زي ما حضرتك بتاخدها، او زي ما حضرتك بتاخد، وما راحش المنتخب، وغيره وغيره وغيره. ما اعرفش ايه الفكره في ان انت بتشارك في منتخب مصر في كل الماتشات، وبيجي لك فرصه واتنين وتلاته، وما بتعملش حاجه خالص نهائي. يعني سبحان الله، الفرص اللي بتجيلك ما بتجيش لناس تانية، في ناس تانية ما تعرفش تخلق الفرص دي. انت بيجيلك الفرص كتير وبتنزل تلعب ما بتقدمش حاجة. طب امال انت هتقدم امتى؟ هتلعب كرة امتى؟ هتطلع اللي عندك امتى؟ هتطلع اللي عندك وانت مثلا داخل في 35 سنة، 36 سنة؟ انت السنة دي 30 سنة تقريبا او 31 سنة، ومفيش خالص يعني، ما شفناش منك حاجة نهائي طول السنين دي كلها. طلع اقول عليك الكلام ده لان انت وصلت المكان انت اصلا ما تستحقوش، ما تستحقش ان انت توصل للمكان ده. في ناس تانية اولى منك بصراحة ان هي توصل تلعب اهلي وزمالك وتشارك في المنتخب، وربنا ما ارادش ان هم يوصلوا ويكملوا زيك. انا كان نفسي اطلع واتكلم واقول كلام عليك احسن من كده، بس للاسف انت ما قدمتش حاجة، وانا مش هقدر اقول اكتر من كده. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، وهشوفكم الحلقة اللي جاية ان شاء الله.